وجروب ساحل المصريين. طبعا انا زي ما وعدتكم احنا من الصبح في حوار ان احنا جدال على الفيس انه استاذ وحيد محمود الشاب اللي تم الاعتداء عليه المصري في الكويت. انا زي ما قلت لكم انا وصلت على السفاره على المستشفى عفوا ومع وحيد دلوقتي. انا مش هطول عليكم بس عايزه اكد حاجه ان السفيره هويدا عصام وصلت هنا الصبح وان المحامي الاستاذ المحامي من السفاره استاذ محمود موجود وما زال موجود واقف قدامي اهو. لكل الناس بس اللي بتحاول تشكك في سفارتنا او بتحاول ان هي بس بنهرت الكلام وخلاص على الفاضي. انا متواجده دلوقتي اهو مع استاذ وحيد هناخد منه كلمة بس عشان أطمنكم لا أكتر ولا أقل. وأكيد حقه موجود في رقبتنا كلنا وكرامته كرامة كل المصريين وأكيد مش هنتهاون ولا هنحاول إن احنا نعدي الموضوع كده على خير. بالفعل كانت المباحث موجودة وحققت وبالفعل إنه نزل بيان بأن السفيرة كلمت زوجة الأستاذ وحيد وهي واقفة قدامي وسامعاني دلوقتي. أوكي وحيد ألف حمد لله على سلامتك بس طمن الناس عشان بس يشوفوك. الحمد لله أنا كويس تمام الحمد لله خرجت من العناية المركزة والحمد لله. طمنوا كلكم وألف شكر. وبصراحة هنا الناس لا السفارة ولا القنصلية ولا الداخلية هنا مقصرين ودي حقيقة لله تقال يعني. بس الله يبارك لك. ايه اللي حصل يا وحيد؟ ولا حاجة واحد اتهجم عليا هو في شغلة سيكل اللي هو عايز ينزله. قلت له أنا مش هنزله دلوقتي لأن دي فترة راحة يعني. تنزله ولا مش هنزله؟ أنا في اللحظة دي حسيت إن هو مش طبيعي زي ما يكون شارب حاجة وبيلعب جسمه بيلعب زي ما يكون جبل أجسام حديد. هو طلب منك حاجة معينة؟ ينزل السيكل وتشوفوا الحين. قلت له أنا الحين دلوقتي وقت الراحة والفنيين عندي فرح. ايوه أنا قاعد لوحدي يقول لي لا هتنزلهولي الحين. فأنا ابتسمت قلت له ما أقدرش أنزله لك. قال لي لا هتنزلهولي الحين. في اللحظة دي أنا حسيت إن هو زي ما يكون شارب شيء يعني. حاولت إن أنا أمتص الغضب. اوكي. بس لقيته لفني من داخل المكتب وابتدى بقى أنا كويتي غصب عنك هتنزله زي ما تنزليش السيكل. طبعا في اللحظة ديت يعني بيعمل بصر والغضب بقى. الله المستعان يعني. لا أقدر إن أنا أمتص الغضب ولا أقدر إن أنا أعمل حاجة. هو واضح إنه نازل مصمم ولا هو متفهمش إيه الوضع. بس الموضوع ده ما خدش دقايق دقيقتين وبدأ يتعدى عليك بالضبط. يتعدى عليا. طبعا أنا رديت طبعا في البداية لغاية ما وقعت في الأرض وفاكر إن كان في بطارية بتاعت سيكل كده. هو أخدها ضربني بيها على وجهي. ضربني بيها على راسي. في اللحظة دي أنا حسيت إن أنا مش شفت حاجة بيضة معايا. بعد يعني دي آخر حاجة أنا فاكرها. بعد كده نقلوك على المستشفى. انت يعني فقت في المستشفى. اسمه ايه يا وحيد؟ وان ويل. واد واي؟ وان واي. فين وان واي؟ بشويخ. هو صاحبه ما برضه ما بتأخرش يعني. جه على طول اتحرك وراح يعني وظابط المخفر اتحرك معاه سريعا. دي حقيقة يعني الحق يقال لي. مين اللي جالك من السفارة يا وحيد؟ السفارة جت لي السفيرة جت لي القنصل. أيوة السفيرة هويدا. هويدا عصام. وجاني المستشار. على فكرة عن طريق كمان يعني جاي لي على التليفون الصبح وقال لي على الساعة 11:30 جاي. وكلمني مستشار قانوني كان أمس موجود. الأستاذ محمود عبيد موجود معايا من الصبح. بصراحة الناس ما قصرتش يعني. الحقيقة تقال يعني. تمام. انت طبعا انت دلوقتي عاوز حقك بالقانون طبعا. أنا عايز حقي لأن أنا ما عملتش حاجة. أنا لو عملت كنت هقول يعني ما أنت يعني أنا لو عملت شيء كنت هقول يعني أنت سبب لكن أنا ما عملتش. اتحرر أكتر بالواقع يا وحيد. يحرر وحقك تعدي هنا الحين والمباحث كانت تعدي هنا. وقالوا لي هم أقسموني إن هم من البداية يعني ديت يقال إن هم فعلا من البداية حقهم. قال لي والله نجيبه أساسا نجيبه عندنا هنا. وحيد كلنا معاك وحقك في رقبتنا كلنا. بص وبالقانون انت بالقانون انت حقك ودي دولة قانون دولة مؤسسات ماشي. واذا كان لك حق هتاخده وده الواقع اللي احنا شايفينه قدامنا وان شاء الله باذن الله ربنا ان شاء الله يرد لك حقك باذن الله.
جماعه مش هنتعب واحد اكتر من كده بجد. ما عنديش تعليق، انا شخصيا ما عنديش تعليق، ولكن زي ما قلت لكم بطلب منكم نلتزم الهدوء. يا ريت نبطل تشكيك في سفارتنا، ويا ريت ان احنا نقف جنب بعض كده الى جنب جدا، الى جنب جدا. شهاده حق على كلامي، وسياده السفير كمان طارق القوني على وصول دلوقتي كمان المستشفى. احنا في انتظاره، وانا متابعه معاكم كل الاخبار اول باول. دعواتنا لوحيد ربنا يشفيه. عملنا سوري كده تليفون، بتمنى ان احنا نهدى، وان شاء الله حق وحيد في رقبتنا كلنا وهيرجع باذن الله. سلام مؤقت. هو عارف يعني الراجل عارف. حاجة بص انت ممكن تطلع في الدراسة تطلع قوي زي شوف الموضوع عامل ازاي، تطلع قوي زي ما تسيبش حد عشان حد. لا المهم تضرب، اتضربت بس تضرب. لا مش ضربت ده مش مشكلة، المهم ما تسيبش حاجة في الآخر زي باباك كده. في واحد تاني كان في المحل طلع جري، باباك اللي واقف تاني جري. هو كان هندي اللي جري بقى؟ هندي. انت اسمك ايه؟ يوسف؟ خلاص يا جو اتفقنا، هتطلع زي بابا. على فكرة الناس شايفاك هنا عايزة تطمن عليك، عشان كده انا فتحت. أهم حاجة انك انت بخير الحمد لله. الحمد لله كويس. بس بقى سيارة اللي خمسة بعيدة. معرفش اصلا. مصر مقلوبة من امبارح والله العظيم على الموضوع ده. انا عرفت والله كده اسمع. ربنا يبارك فيك يا رب، ربنا يبارك فيك. اخواتك المصريين كلهم هنا في ظهرك، احتجت اي حاجة في اي وقت، احنا مالناش غير بعض. اهم حاجة انك تقول لنا بالسلامة كده عشان جو. ان شاء الله، وعشان تطلع لك حق. اهم حاجة حقك بإذن الله. ان شاء الله، وهو ما يتسابش. ان شاء الله، حقك ما يتسابش ايا كان. ان شاء الله. مفيش حاجة في الدنيا تسوى قعدتك. شفت السناب اللي هو نزله بعدها كمان؟ ما شفتش السناب؟ ربنا موجود. ربنا موجود. كمل بص اللي طالع بالولد. سيبك من سيبك من لا في السناب كمان في لا دليل السناب فيه سب وقذف كمان، بحبه اكيد سب وقذف. ربنا بيسلط ربنا بص على نفسه، هو بيسلط على نفسه. مش كده، ده الواحد بيشوف عندنا دماغه مجروح بيحد عليه شوية، مش كده. احنا واحد واقع قصادك خلاص فضل الواحد. من عدوك لو خبط ركبك بيتك خلاص يعني عدوك اساسا لو انت اصبت صح. ايه ده بسبب انت عايش في على اساس. الحمد لله على سلامتك الاول، وفضل مش عارف والف سلامة عليك. كل يوم هنيجي نعرفها، كل يوم هنيجي نقعد لك الوقت لحد ما تقول لنا بالسلامة، وشوف بقى نطلع كلنا مع بعض. الراجل اسمع عشان تطلع معانا بس ولا رايحين يا باشا، عاملين من هنا جروب طالع يا رزق دي والله. عندي انا الطلعة دي بقى، طلعة فلوس انا وانت وجو. بص يا ولد بابا بصيت لك ازاي؟ لا بس ما تخليش تسيطر. خليها مظبوط بس. شرفتونا يا شباب. Audio Jungle.